والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أولا كنشكر جزيل الشكر جميع الحضور، خاصة ممثلي الأحزاب والنقابات اللي حاضرين معنا، وكنشكرهم الحضور ديالهم. كنشكر كذلك السادة رؤساء المصالح الخارجية والإخوان ديال الممثلين ديال الصحافة والإخوان كاملين اللي حاضرين معنا على تلبية الدعوة. الهدف من هذا اللقاء هو لقاء دائما ديال التواصل وديال النقاش وديال الحوار فيما يتعلق. حنا كنبنيو واحد الرؤيه كما كتعرفوا ديال وجده 2020، وعندنا عده اتصالات ديالها تقريبا. شحال وصلنا دابا؟ شي خمسه ولا سته اتصالات. شحال وصلنا انت اللي حاسب؟ شحال وصلنا من اللقاءات؟ سبعه ديال اللقاءات رسميه فيما يتعلق. عيطنا على جميع الاخوان اللي عندهم على جميع الفعاليات وجميع الشركاء اللي كيهتموا بالشأن العام واللي عندهم علاقه بصفه مباشره او غير مباشره بالشأن العام ديال مدينه وجده، باش ينخرطوا معنا وناخذوا من عندهم الاراء ديالهم والافكار ديالهم فيما يتعلق بالتصور ديال مدينه وجده الكبرى. فاحنا مازالين في المعركه الاولى وفي المحطه الاولى ديال نجمعوا واش ما خطأناش في البرمجه وما خطأناش في المشاريع. دونك حنا كنوجدوا المشاريع وكنوجدوا البطاقات، كنوجدوا المشاريع من المشاريع التقنيه كنوجدوها باش يكون عندنا واحد البنك مجموع ديال المشاريع الضخمه والكبرى اللي ان شاء الله هي اللي غادي تكون الرؤيه ديال 2020 وهي اللي غادي تدوز المرحله الثانيه والمعركه الثانيه فيما يتعلق بالمصدر ديال التمويل وفي المسائل الماليه من طرف الوزارات المعنيه على الصعيد ديال الحكومه ديال سيدنا الله ينصر. فاحنا كنمشيو مرحله بمرحله. المرحله الاولى وهو نجمعوا الشمل ونجمعوا المشاريع اللي عندها علاقه بالمنطقه، والمعركه الثانيه ان شاء الله فاش نفضيو من هذه المعركه الاولى ندوزوا للمحطه الثانيه وهي المحطه ديال المصادر ديال التمويل وكيفيه التمويل والبرمجه والاتفاقيات، وهذه المحطه الثانيه. وهذا هو كما خدمنا عليه في النهار الاول في الاتفاقيه الاولى ديال 2013 2016 اللي تقريبا راها في الاواخر ديالها. حنا برجناها باش تكمل في 2016 ولكن بفضل تضافر الجهود راه تقريبا غادي نكملوها في بدايه 2015 تقريبا واحد شهرين 3 شهور نكونوا كملنا اتفاقيه ديال 2013 2016. فمره اخرى كنحيي الممثلين الاحزاب والنقابات لهذا الحضور ديالهم معنا في هذا الاجتماع. كنشكرهم لان عندهم دور كبير باش يعطيونا حتى هما بالافكار ديالهم، انهم قوه اقتراحيه كبرى. ومره اخرى كنحييهم على الحضور ديالهم وعلى اللقاءات اللي كندوز معاهم. دائما كتكون لقاءات تشاوريه واللي عندها علاقه بمشاكل سواء ديال العمال سواء مشاكل اخرى اللي عندها علاقه بقطاعات متعدده. ولكن الان حنا في واحد لقاء استراتيجي ديال المحاور الكبرى ديال وجده الكبرى. فهذا لابد ما تعطيو الاراء ديالكم. غادي نعطيكم الكتيب غادي نفرقوا عليكم باش تاخذوه، وانا كننتظر اليوم غادي نعطيكم الرؤيه ونعطيكم واحد المده زمنيه باش تصيفطوا لنا كتابه في ظرف اسبوع اذا كانوا شي اقتراحات جديده ما فيها باس تشاوروا مع الاخوان. واش حنا بغينا غير هذا يكون باش هذا ديال هذه الرؤيه تكون جماعيه ديال جميع الممثلين وجميع الهيئات ديال مدينه وجده، ماشي ديال شي واحد، ديال الجميع فنعطي الكلمه مباشره للسي الهبيل، السي سعيد الهبيل، باش يعطينا الرؤيه ومن بعد نديروا شي نقاش ومن بعد نعطيهم الكتيب خصو يتعطى للاخوان كاملين جميع الحاضرين معنا. ومره اخرى مرحبا بكم وكنشكركم على الحضور ديالكم. على بركه الله.